واحد السيدة عيطات في الراديو البارح كتحكي واحد المشكل ديالها. قالت لك السيدي هي قارية وخدامة والوضع ديالها في الحياة مناسب، ولكن ملي دارت 30 عام شدت العاطفة ولات باغية هي راجل في جنبها، مبقاش مرتاحة في الوحدانية العاطفية ديالها حيتاش كتشوف باللي التران غادي عليها. فتحات باب التعارف ولكن ما جابش الله، اللي تعرفت عليه 20 يوم كتقلب عليه. سولتها المذيعة علاش، قالت لها كنحس براسي بعيد عليه روحيا، واخا يكون شكلو زوين كنحس براسي ما منسجماش معاه. هادشي كيوقع لها مع اي واحد عرفاتو جديد، ما عرفاش الخلل فين كاين. بالرغم هي ما عندها شي شروط في هذا الراجل اللي باغا، كاع الرجال اللي كتعرف عليهم كيقبلوا الشروط ديالها. اذا المشكل غير ملموس. من بعد هاد الطرح اول حاجه غتفهم هي القضيه ديال العاطفه ما كيدخلوش فيها الماديات، وانما القضيه اعمق. اللي غريب هو النصيحه ديال الدكتوره اللي مع المذيعه، اللي من المفترض هي اللي غتعطيها الحل. كان جواب مخربق ومزربق وما فيه حتى شي فائده كيف ما كنت كنتوقع، لان ما يمكنش المراه تنصح مراه اخرى في هذه القضيه ديال الانجذاب. السيده كتقلب على اللي يدوز بينها وبينه واحد لاماس، باغا تحس بديك الرعده ديال المراهقه وتزاوج الجينات ديالها بطريقه صحيحه، باغا تحس بواحد القوه فين تبين الضعف ديالها، باغا راجل الفا من الاخر. حيت هادي ماشي وحده جيعانه ومكلخه وكتسول غير واش عندو الدار الطوموبيل. هاد ستاج فهمات وعرفات وما عندو تدور في داكشي اللي كتقلب عليه. كيعجبني هاد النوع ديال البنات حيتاش كتعتمد على نفسها باش كتحقق الرغبات ديالها وكتخلي العاطفه ديالها سليمه، ما كتخشيش شي فشي. صفات الراجل اللي غيقدر يحرك المشاعر في هاد النوع هو اللي عنده واحد الشخصيه قياديه وما كيتهاونش في الجانب العاطفي ديالو. عارف كيفاش يسافر بها لواحد العالم غير مادي، يخرجها من العالم المادي اللي ناجحه فيه ويدخلها لواحد العالم عاطفي روحي اللي هي فقيره فيه. دورك كراجل ترجع طفله في الحب وتخرجها من الجديه وتدخلها معك في واحد المغامره عفويه. بالنسبه للانجذاب العاطفي كيحمل واحد الاعماق اللي بعيده، ما كتجيش بمعايير سطحيه بحال المظهر ولا الحاله الماديه. بحال هاد السيده اللي كتحكي مشكلتها بين انها كتقلب على شي حاجه روحيه وعاطفيه كتجاوز الماديات اللي سبق لها عرفت كيفاش توفر من راسها. دابا كتقلب على تجربه فيها واحد القوه عاطفيه باش تحس بواحد التوازن طبيعي. باغا راجل قوي بلا ما يكون قاسي، وراجل يقدر يخليها تبان ضعيفه بلا ما يفقد السيطره. هاد العلاقه اللي كتسعى ليها كتشبه شي رحله نحو المجهول، علاقه على شكل مغامره عاطفيه اللي غتخرجها من الرتابه وغتدخلها في عوالم جديده. الراجل اللي كيقدر يسحرها ويزعزع المشاعر ديالها هو اللي كتكون عنده واحد الكاريزما وكفاءه في القياده، وكيعرف كيفاش يبني التواصل معها بواحد الطريقه اللي كتخليها تذوب في الاحاسيس. يعني خصو يكون فاهم الرموز واللغات اللي كتخاطب الانوثه ديالها، وهادشي ما هو الا حركات بسيطه ولمسات فيها معاني وكلمات كتعبر عن الامان والقوه في نفس الوقت. هادشي كيخلق لحظات ما كتنساش وكيولد الجاذبيه اللي كتقلب عليها، بحال ديك الرعده ديال المراهقه اللي كانت كتحس بها بلا ما يكون الانجذاب من على واحد المعايير سطحيه. الجميل هو ان هاد السيده كتفكر بواحد الاسلوب اللي ما كيخليش الماديات تاثر على الاختيارات ديالها، حيتاش فاهمه الاحتياجات ديالها بوضوح. هي محتاجه الراجل عنده روح وطاقه في شكل باش يدوز بيناتهم واحد الكونيكسيون، ماشي غير واحد زوين وصافي ديرو ديكور. الانجذاب ديال هاد النوع من النساء ما كيعتمدش على المظاهر ولا على الممتلكات، بل كيعتمد على شي حوايج اللي اعمق. هاد النوع قاريات ومثقفات ومستقلات ماديا، ولكن كيبقاو فقيرات في شله حوايج. كتبقى كأنثى محتاجه لواحد اللحظات تخلي العاطفه ديالها هي تخدم، ومغامرات جديده تخرجها من منطقه الراحه اللي بناتها بالصعوبه وتخليها تحس بشي حاجه ما كتشراش بالفلوس. الراجل اللي كيقدر يخلق هاد الشيء خاصو يكون فيه واحد التوازن بين الحنان وبين القوه، وتكون عنده واحد الثقه في النفس اللي ما كيتعناش بها ولكن كتبان عليه بلا ما يقولها، وكيعرف يسير الامور بعقلانيه خصوصا في المواقف الحساسه. هاد النوع ديال الرجوله كيتوفي الاعماق ديال اي امراه، حيتاش كيخليها تحس براسها حره باش تكون ضعيفه قدام. هاد الضعف بالنسبه لها ماشي عيب ولكن متعه،
حيتاش عارفه باللي راه معاها اللي حاميها. الكاريزما اللي كتجذب بحال هاد النساء ماشي الكاريزما ديال الكلمات الرنانه، ولكن كاريزما ديال الحضور القوي اللي كيخليه يتعامل مع المواقف بهدوء وتبقى الامور كلها تحت السيطره. المهمه الرئيسيه ديال الراجل اللي غيدق لهذا النوع هو اللي غيكون فاهم كيفاش ياخذ بيديها ويخرجها من عالم القرارات الصارمه اللي هي متعوده عليه ويعيشها في عالم العاطفه العفويه. السر هو تخلق واحد القوه اللي غتوازن مع الرقه ديالها، تعيشها في عالم ما فيش المنافسه والجديه، في غير الدفء والاطمئنان. هذه هي الرعشه العاطفيه اللي كتقلب عليها.